تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم هو برنامج يطرح حقائق للمؤمنين. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم لقائنا من برنامجكم هل تعلم؟ هل تعلم هناك خطوات نقدر نرجع بها إلى الله؟ أخوي وأختي، كثير من المؤمنين يصابهم الإحباط بين فترة وفترة، ونشوفهم بالأمور الروحية كأنما ابتعد عن خط الإيمان أو ابتعد عن البهجة الخلاص والفرح الخلاص وعن الإيمان الحقيقي. نشوف حياته بدأت يصير فيها حزن وكآبة وكأنه إنسان ضعيف محتاج إلى من يساعده ويعينه في اللي دا يمر به. وبعض المؤمنين الضعفاء يسقط في الخطية ويرجع للعالم ويعتكف ويعيش الحزن والندم اللي عاشه بسبب هالخطية. في كل الأحوال نقدر نفهم عندنا خطوط الرب وضعها أمامنا وقدامنا حتى ناخذها وخطوات نمشي بيها حتى نرجع إلى مرة ثانية. أخوي وأختي، الله ترك لنا طرق كثيرة اللي نرجع بها إلى من جديد، وبنعمة الرب راح نحاول بهاي الحلقة البسيطة إن نتكلم عن خطوات بسيطة كيف نرجع إلى الله من جديد. الخطوة الأولى، ثق بأن الله راح يرحب بيك ترحيب حار، والله نفسه ما توقف يوم واحد على أنه يحبك ولا زال يحبك إلى اليوم. تقدر تتأكد من هذا الأمر لما تقرأ قصة الابن الضال، كيف الأب كان دا ينتظر ابنه، كل يوم كانت عينه على الطريق، كان دا ينتظر ابنه أنه يرجع، ونعرف طريقة اللي رجع بها وكيف كانت ريحته وشكله وكان حافي، لكن رجعه إلى مكانه الأولى وأعطاه حقه كابن من جديد، واحتفلوا به مثل ما قال أبوه إن ابني كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش. والخطوة الثانية، حاول بكل جهدك إنك تعرف اللي صار بينك وبين الرب، اللي من خلالها صار هذا الحزن في حياتك والكآبة، أو السبب اللي كان اللي قطعت الشركة بينك وبين الله. أنا ما دا أقول العلاقة انقطعت، العلاقة ثابتة للأبد، لكن انقطعت الشركة بينك وبين الله، واعترف بها. يمكن أنت فقدت نور ضوء الوجه الرب في حياتك لأنك أنت في وسط الخطية، والآثام اللي كانت موجودة في حياتك هي اللي صارت فاصل بين نور الله في حياتك وبين حياتك إله. صفي أمام الله كل حياتك، صفيها بالتدريج وبالتدقيق، مثل ما صنع يشوع في سفر يشوع لما كانت الخطية عخان الكرمي اللي سلب وسوى المشكلة وكدر كل إسرائيل. يقول الكتاب المقدس في الصباح الباكر يشوع إجا وقدم إسرائيل بأسباطه، وأخذ سبط يهوذا وقدم سبط يهوذا بعشائره، وأخذ عشيرة الزارحين وقدم عشيرة الزارحين بكل بيوتها ورجالها، وأخذ من عندهم بيت عخان بن كرمي. كأنما الرب دا يقول للشعب وإلنا إنه بالتدريج لما إحنا نصفي حياتنا قدام الرب راح نبدي نعرف العلة وين كانت، حتى الرب يساعدنا إنه نجتازها. الخطوة الثالثة، آمن بغفران الله لك في كل لحظة. مغفرة الرب ما تتطلب من عندي وقت أو جهد أو أيام أو سنين حتى أعملها. الكتاب واضح جدا يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وأداة الشرط إن، إذا اعترفنا. إذا ما اعترفنا أكيد ما راح ننال الغفران، لكن إحنا محتاجين إنه نعترف حتى الرب يعطينا الغفران ويرجع السلام والفرح لحياتنا. الخطوة الرابعة، توقف على أنك تعيش نفس السقطات السابقة. توبة صادقة تطهر القلب وما تخلينا نعيش ونرتكب نفس الخطيئة مرة ثانية. لكن لو صادف أنه أنا أخطأت في نفس الخطيئة فهذه ما راح تكون زلة أو غلطة، هذا راح تكون متعمدة. أنا راح أكون في هاي الحالة تحت تأديب الرب. لكن إذا كانت الغلطة أنه ما تتكرر، هذه هي التوبة، أنه أرجع عن طريقي وغير فكري
لما أمتلي من كلمة الرب من جديد. والخطوة الخامسة لها علاقة بالخطوة التوبة، هي أن آخذ خطوات عملية يتطلبها الموقف. الاعتراف وحده ما يكفي، يتطلب أنه أعمل شيء ضد الخطأ اللي أنا ارتكبته. إذا كان خطأ هذا في حق إنسان، أروح وأعتذر من عنده وأعوض عن عملي اللي ارتكبته. فمعناها أبرهن على توبتي بالشيء العملي. الخطوة السادسة، سلم كل قلبك لله نهائيا. يمكن تقول لي أنا مسلم حياتي ومسلم قلبي للرب من زمان. أقول لك نعم، أنت مسلمة، لكن للأسف مو كل قلبك أنت اللي مسلمة. لا زال أجزاء من قلبك أنت محتفظ بها، والدليل أنك أنت أخطأت وسقطت في نفس الخطيئة مرة ثانية. أنك تترك الحرية للروح القدس من خلال عمله في قلبك وينور فيها، ويبدي ينظف هذا القلب من كل الشوائب، من كل الخطايا، ويطرحها خارج قلبه. والخطوة الأخيرة، الخطوة السابعة، ثق بأن الله قادر أن يحفظك بكل أيامك وما راح يتخلى عنك أبدا. الكتاب المقدس مليان بوعود الرب اللي دا يقول لنا لا أهملك ولا أتركك، لا تخف، لا ترتعب، لا تضطرب قلوبكم. وعود مثل هذه تساعدنا أن نعيش كل يوم بفرح وسلام، لأن وعود الله صادقة لنا. ومحتاجين أن نغير الذهن ويجدد هذا الذهن بأفكار جديدة. هاي الأفكار تيجي من خلال الكتاب المقدس والكلمة المقدسة اللي تطهرنا وتنقينا من كل هالشوائب. الرب يسوع قال لتلاميذه أنتم أنقياء الآن بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فإحنا محتاجين حتى نتنقى، نثق بالكلمة ونثق بالرب إنه هو قادر أن يخليني أرجع إلى أحضانه وإلى فرحه من جديد إذا كنت آمن وأصدق بهذا الأمر. حكايتنا انتهت، يتجدد لقاءنا بنعمة الرب بالأيام القادمة. نترككم برعاية الرب ونعمته. آمين.